عندك حبايه في وشك ظهرت فجاه، او عندك حبوب كتير في وشك ومش عارفه تعملي لها ايه، ودورتي على حلول كتيره قوي ومش لاقيه ولا حل. هقولك حل ورخيص جدا وبسيط. اولا، لو بشرتك دهنيه او مختلطه وفيها اي حبوب، لازم تغسلي وشك الاول بغسول كويس. ثانيا بقى، وده الاهم، مكان الحبايه عقميها بنقطه بتادين. لو عندك، ما عندكيش، خلاص تمام، هنجيب حاجه من الصيدليه، برشام ريفو، فاكرينه اللي هو الاسبرين. تقريبا القرص هو بجنيه، يعني الشريط ده في حدود 7 جنيه بالكتير. هتجيبيه تحطيه في كوبايه ميه صغيره جدا فيها نقطه ميه سخنه، حطي فيها قرص برشامه يدوب، خدي منه وحطي على الحبايه وسيبيه شويه، هتلاقيه هو ريشف وبدا يفرفت على وشك. اغسلي وشك وسيبيه واهدي، بس كوني حاطه مرطب على وشك قبلها. كرري الموضوع ده مره الصبح ومره بالليل، لان لو بشرتك دهنيه او مختلطه فهي مليانه زيوت بتخرج من وشك. الزيوت دي محتاجه تنشف، واللي هينشفها ده. فسيبيها دي تنشف وسيبي الحبايه تاخد وقتها، وهتروح ومش هيبان لها اي اثر، حتى هيضيع الاثر بتاع الاحمرار مكان الحبايه. خلي بالك على بشرتك وعيشيها صح. لو استفدتي من الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. ولو بتشوفيني على تيك توك، اعملي متابعه وسيف ولف، وابعتي الفيديو لصاحبتك لو هي كمان بتعاني من الحبوب. وعيشيها صح.